كلنا بنقول الشباب تعبان، بس محدش تعب نفسه وسأل الشباب تعبان ليه. اقفل يا ابني الموسيقى دي موسيقى حزينه اصلا تحطوها. هما مين اللي هيحط الموسيقى؟ انا اللي هحط الموسيقى، انا اللي بمنتج وبعمل كل حاجه بكلم نفسي ومش مريض نفسي ولا انا تمام صباح الفل. بقالنا فتره بنسمع الناس بتقول الشباب تعبان، فانا بحس الكلمه دي بتلمسني من جوه. كلمه شباب تعبان دي بتلمسني من جوايا كده. ببص لروحي فجاه لقيتني انا الشباب. حسيت ان انا مهرج قد الدنيا. يعني انا الشباب. اما الوجع ظهر اللي بتاع واحد عنده 60 سنه ده انا لما بقوم من الاوضه للصاله ببقى محتاج اسبوع راحه وجلسه اكسجين، كوبايه شاي بالنعناع في الطرش. فاحنا مضطرين ولازم ان احنا نتقبل الامر الواقع. اللي هو ايه الامر الواقع؟ ان محمد عبد الغني مدافع الزمالك هيلعب على كريستيانو رونالدو في البطوله العربيه عشان النصر في نفس مجموعه الزمالك. واننا احنا كلنا كده مع بعضينا، انا وانتم وعبده وزياد وكلنا احنا كده الشباب، احنا اللي بنشيل مصر واحنا اللي هنرفع اي دوله. فانا اللي تعبت نفسي وسرشت وعملت ابحاثي وعرفت الشباب تعبان ليه. انت سعادتك ما تعبتش نفسك عشان تعرف الشباب تعبان ليه. انا تعبتها، انا مش فارقه معايا. اقفل بقى الموسيقى الحزينه دي. الشباب تعبان عشان طموحاته بتبقى عاليه في شين خ. اي شاب عامه، اي شاب بيفكر ان هو على سن ال 25 سنه هيتجوز ويبقى معاه جي واجن ويبقى عنده تامر وصفاء ويبقى عنده فيلا في مراسي ويبقى بياخد اجازته في الجونه واسبوع في المالديف والكلام ده كله. مستحيل يحصل، مستحيل. ليه بقى؟ لان اصلا اغلب الشباب اللي بيفكروا ان هو على سن ال 25 سنه هيعمل كده يبقى هو اصلا عنده 24 سنه و11 شهر و29 يوم و23 ساعه، يعني بيلعب في الوقت الضايع. فكر نفسه ريال مدريد هيعوض في الوقت الضايع. وهم طموحاتهم دي كلها بتبدا من قعده القهوه. على طول بتلاقي شله صحاب كده وشله شباب قاعدين مع بعض بعد ما بيشربوا القهوه ويلعبوا عشرتين دومنه ساعه صفوه بقى يبتدي ابو هشيمه اللي كل جوه واحد يطلع. فتلاقي واحد يعني ده انت لازم تلاقيه في كل الدنيا، لازم ده ضروري، ده حاجه ثابته. هتلاقي واحد بيقول لك بص يا معلم، كتاكيت. هنجيب الكتاكيت، كتكوت بجنيه وربع، ناخده في البيت، افرش نشاره في البلكونه، حط الكتاكيت، دفيها، ملايه سرير من فوق، الكتاكيت تكبر تبقى فراخ. طبعا انت عارف الفرخه دلوقتي عامله كام؟ مكسب 100%، مكسب 300%، مش 100% بس، واذبح وربنا يكرمه. بص بقى يا معلم، انا مش عايز والله اقتل طموحاتك ولا حاجه، بس بص معايا كده مبدئيا. بس مفيش كتكوت بيعيش اكتر من يوم ونص. في كتاكيت كمان بتموت بعدها بساعه ونص، بعد ما تشتريها بساعه ونص. الكتاكيت اللي هي بتبقى الملونه دي يبقى الكتكوت يعني لسه طالع من البيضه، لسه مصطبح، يلاقي الراجل خده حطه في جردل بوهيه اخضر او احمر. ليه جردل بوهيه؟ بفكروا بطه هتعلموا السباحه يعني ولا ايه؟ يعني ايه حتى لو بطه تنزلها في ميه. تاني حاجه، انت عارف الكتكوت دلوقتي بكام؟ كتكوت ايه؟ انت عارف بيضة ايه؟ انت عارف كيلو الدشيه الناعمه دلوقتي بكام؟ انت بحق كرتونه بيض ممكن تجيب كريستيانو يلعب في غزل المحله وتاخد فيلا في السخنه بحق كرتونه بيض بس. المهم المشروع ده فاشل. تاني شخص، يعني تاني واحد ده بقى هيقول لك قصقص منتج نزل على اليوتيوب فلوس، حمدي وفاء محمد الزبال. مفيهاش كلام يا باشا، اليوتيوب شغال رايح جاي. نزل يا باشا فيديوهات على النت وانت الدنيا خلاص هتلعب معاك. بس دشدش، ركز على دشدش عشان انت لازم تركز على القمه. اقل كاميرا في السوق دلوقتي عشان تصور بيها اقل كاميرا ب20,000 جنيه. وانت اعتقد لو معاك 20,000 جنيه اصلا ما كنتش قعدت على القهوه. ما كنتش قعدت في بيت ابوك اصلا، كان زمانك رحت اتجوزت وخدت لك اسبوع اجازه في المالديف. دول 20,000. ثانيا بقى تستعمل يبقى واحد قاعد في البيت وحيد ما عندوش صحاب. الخليل كوميدي نفسه عمل له بلوك من على الفيس، اهله سابوا البيت ومشيوا، سابوه لوحده من كتر ما هو يفتح يعمل لك انت كومنت. انت ولا بتعمل محتوى ولا نيله، انت عيل اصلا انا اللي يا اما تفضل تعمل فيديوهات بدون سبب وبدون هدف عشان لما يبقى عندك 30 سنه تيجي وتشوف الفيديوهات بتاعتك كده وتقول ياه ايه الهبل اللي انا كنت بضيع وقت فيه ده، كنت ضيعت الوقت ده في حاجه مفيده. لو مش عايز طبعا تعمل كده يبقى ده بالنسبه لك مشروع فاشل. ثالث شخص ده بقى يقول لك فوتبول بلاير، يعني لاعب كرة عظيم باذنك يا رب. هبقى نمبر 1 بعد محمد رمضان ومحمد صلاح في الكوره. هاف ليفت او رايت بس شبه محمد صلاح وميسي وابراهيموفيتش باذنك يا رب. مبدئيا كده هتلاقيه بيلعب برجله اليمين، يعني اخره يوم ما يتنعظم يبقى شبه محمد رغيف ومحمد
قفشه فتة ويوسف اوباما، يعني ده اخره. ثانيا معاك واسطه؟ لا معوش واسطه. لو معوش واسطه وده صاحبك اهرب اهرب، عشان ده هيدوخ ميتين، هيطلع تلات امك، عشان هو بني ادم غريب اصلا. هتلاقيه بيرن عليك بعد الفجر في يوم كده الساعه 5 الصبح لسه الشمس اصلا ما طلعتش، بيرن عليك فانت تمسك التليفون، ايه ده في ايه في ايه في مصيبه ولا ايه؟ فتفتح عليه يقول لك ايوه يا اسطى انا واقف لك تحت البيت انزل. فانت هترد عليه تقول له ليه؟ فيقول لك يا اسطى هو ايه اللي ليه انزل يا اسطى؟ ايوه يعني هننزل نلم خرده ولا نعمل ايه الساعه 5 الصبح؟ في ايه يا ابني؟ فيقول لك يا اسطى انزل عشان تلم لي الكور عشان هتمرن لوحدي. منين؟ هو ايه اللي منين يا اسطى؟ انهي سوق عبيد اشتريتني منه يا ابني؟ انهي سوق عبيد اشتريتني منه؟ انهي واحد وامتى وبكام؟ العبيد بكام دلوقتي في سوق عكاظ؟ انا جايبني انا ببلاش؟ ماشي يا عم. ثالثا هترن عليه في مره تبقوا عايزين تخرجوا ولا حاجه، هتقول له ايوه يا اسطى طالع النهارده، هيقول لك لا يا اسطى والله عشان انا مش موجود. هتقول له انت فين؟ هيقول لك في شبين الكوم. شبين الكوم دي اصلا اللي هي في اخر الكوكب، في الناحيه الثانيه من الكوكب. فانت تقول له يا ابني دي بعيده، انت بتعمل ايه هناك؟ يقول لك يا اسطى اختبارات. فترن عليه تاني يوم في حوش عيسى يا اسطى اللي هي في النص الثالث من الكوكب. رابع يوم 100 غمر. خامس يوم السنبلاويين. سادس يوم القناطر. اقول لك ايه اللي تقيله؟ فيقول لي كوبايه الشاي اللي ونضحك ماشي. وهتلاقيها كلها مدن اساميها غريبه فشخ، اللي هو يا جدعان انا كنت عايش فين؟ كنت عايش في كوكب ليبتون ولا انا منتهي الصلاحيه ولا ايه؟ تقيله. ايه اللي تقيله؟ كوبايه الشاي اللي فالمشروع ده فاشل في واحد بقى هتلاقيه غريب ده الرابع. تقول له يا اسطى ما يبقى عندك 25 سنه هتعمل ايه؟ هيقول لك هيبقى معايا فلوس كتير توزن بلدك والبلاد المجاوره. فتقول له ازاي؟ فيقول لك مش عارف. طب راس مالك كام؟ اقول لك حاسب لي بس يا اسطى على كوبايه الشاي دي وهقول لك راس مالي كام. فانت خلاص عرفت ان انت معكش حتى 5 جنيه حق كوبايه الشاي. يا ابني هو انت متعاقد مع شركه تسلا واحنا مش عارفين؟ يعني انت جايب الثقه دي منين؟ ايه الثقه دي؟ انا لو معايا ربع ثقتك يا ابني هحتل الكوكب والكواكب المجاوره. طب ايلون ماسك قريبك؟ طب ابن خالة مثلا ستك من بعيد يعني؟ عرفني بس عرفني. محدش يعرف هو ايه، هو جايب الثقه دي منين. طب يا ابني انزل اشتغل عشان تلاقي قهوتك شربك اكلك عيشك. يقول لك لا يا اسطى مش فاضي والله. وراك ايه يا ابني؟ يقول لك بحضر المشروع. طب ايه هو المشروع؟ مش عارف والله يا اسطى لسه. يعني الشخص ده لو ده الهرم الاجتماعي، يعني هنا اغنياء وهنا فقراء، هتلاقيه هو هنا اهو هنا كده في الحته دي. ايه الحته دي؟ القهوه اللي جنب الهرم على قمه شارع الهرم الاجتماعي. في بقى حوار مستفزني الصراحه، عشان كده سبته للاخر. البنات 95% من البنات بقوا ميك اب ارتست وتيك توكرز. تلاقي البنت من دول اشتغلت شهر واحد ميك اب ارتست، شهر تلاقيها معاها الايفون 14 والمرسيدس السي كلاس تحت البيت، وانت يا عيني بقالك 4 سنين شغال في ورشه، وبتطلع من الورشه تطلع على سوق عكاظ تبيع نفسك لواحد وبايع كليتك عشان تدفع ايجار الشهر، ومعكش حتى مكنه نحله. اخرك تشيل تليفون النوكيا اللي هو الزراير ده اللي هو ب 399 زائد مصاريف الشحن، اللي هو تخبطه في الحيطه ده يرجع، اللي هو ضد الميه وضد النار وضد البخار وضد الاتربه. ده اخرك. اتمنى تراعوا وتعرفوا، يعني تشغلوا رجاله ميك اب ارتست برضو، يعني ده حل هيكون كويس عشان تساعدوا الشباب بس. والحلقه كده خلصت، واشوفكم في حلقه جايه. خلصناها من غير ما يبوظ. الحمد لله. هشرب بقى كوبايه شاي، وانا بشرب بق ده هيبوظ ويفسد.